دي الفتنه اللي اتعملت في سنه. خلوا اللعيبه تبص لبعض، خلوا اللعيبه تبص على ارقام بعض. في الاخر احنا بندفع ثمن ده. كنا نقدر نقول، انا كنت بعد ماتش الكاس بتاع الاهلي انا قلت للمستشار بشكل شخصي، قلت له انا كده شايف ان دي ابعد حاجه ممكن نوصل لها، انا هعتذر وعايز امشي وانا واخد بطوله. قال لي هنحارب على الدوري، قلت له صعب. قال لي هنحارب على الدوري، حاربنا على الدوري وخدنا الدوري. قلت له انا شايف كده خلاص. قال لي لسه كاس لوسيل، ومين هيعمل القيد ومين هيعمل عشان احنا في الكره المصريه بقى لنا 4-5 سنين او يمكن اكتر في دايره مفرغه. احنا قانون احنا مش بيستحمل اشاعات بدات من اول ان انا اتفصلت من الشرطه، ان انا بتاع مخدرات، ان انا بتاع عمولات، ان انا عندي شركه في دبي، ان انا كل حاجه. الواحد بيسكت بيقول في الاخر هتعامل بكرامه النادي وهتعامل بصوره النادي، ولو رديت هنزل البلاعه دي وهبقى كل بني ادم عنده طاقه. انا راجل كان والدي في السجن وكنت بروح احضر الماتشات واحضر التمارين وما اشتكيتش، بس في الاخر كل بني ادم عنده طاقه. احنا مش هنحارب لوحدنا ومش هنحارب على الكرسي ولا على المكان، لان في الاخر مفيش حد مخلد. لكن اديكوا شايفين هنبتدي نجيب حقوق النادي. دي الطريقه اللي احنا على فكره بنجيب بيها حقوق النادي. مرتضى منصور عمره كان هادي وعمره ما كان كيوت وعمره ما كان بيجيب بالحق بالدبلوماسيه. الراجل ده انتوا انتخبتوه عشان هو قوي. لما بيجي ياخد حقه بقوه زي موقف بتاع اتحاد الكوره بتاع القيد بتاع عمولات وبتاع صفقات وعزبه وكده، فانا شايف ان ده وقت مناسب. وبشكر طبعا المجلس، الناس كلهم محترمين يعني فعلا رجاله فعلا عندهم اصل. لكن انا اتمنى كل واحد يشيل مسؤوليته، واتمنى ان السيد وزير الشباب يعرف ان نادي الزمالك ده مش نادي شركه، ده مش نادي يعني صغير، ده مش نادي جديد فتح في منطقه جديده، ده نادي تاريخه اكبر مننا واكبر من المستشار واكبر من الوزاره نفسها. فكل واحد يشيل مسؤوليته. وانا عن نفسي يعني زي ما احمد لسه كان بيقول هتكلم في حاجه اخيره، عشان انا عايز بعد ما نمشي ما يحصلش اللي حصل السنه اللي فاتت. تيجي لجنه امبارح نزلها لي برضه تمام، دفعنا القسط الاولاني اللي الواد المفروض ملوش فلوس، جه القسط الثاني حاجه من جماهير الزمالك بتحبها. اسمه عدل بتاعي في ليه؟ عشان هم اطمنوا. رئيس النادي اتحبس، رئيس النادي اتعزل. بشكركم، احنا اعضاء عاملين في النادي تحت امر النادي في اي وقت. واقول لكم تاني مسؤوليتي في رقبتي، الاربع ملفات يروحوا الفيفا ويروحوا الكاس ان شاء الله. شكرا.